والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. حبايبي من كل مكان، شرفتوني ونورتوني فيديو النهارده. اتمنى بقى كده من كل اي حد يشوفني يتفرج عليا يحط لي لايك واشترك في القناه عشان يوصل كل جديد بنزله وهنزله باذن الله. فيديو بقى النهارده يا جماعه بسيط خالص وحاجات بسيطه خالص اللي هنعملها فيه، وهو اصلا فيديو يعني خفيف خالص، فياريت تكملوا معايا الفيديو الاخر ويحط لي اللايك اللي لسه ما حطليش اللايك. طبعا بقى يا جماعه كده زي ما انتوا شايفين كان في بس طبقين كده على معلقتين، حاجات بسيطه يعني. فانا قلت ان انا هغسلها كده زي ما انتوا شايفين، ما اخدتش معايا اي وقت خالص، بس انا قلت افضل حوض علشان لما اجي اعمل الغدا ما يبقاش في حاجه في الحوض ولا يبقى في اي حاجه لبخاني خالص. وبالذات بقى يا جماعه في ان احنا هنعمل سمك وهنضف سمك، فانا عايزه الحوض ما يبقاش فيه اي حاجه. فنضفت الحوض وزي ما انتوا شايفين كده جبت بقى السمك. طبعا السمك دوت يا جماعه شبار من اللي هو الكبير خالص. فدول 3 همت. طبعا هما جايين مش متنضفين، فانا طبعا زي ما انتوا شايفين كده بدأت ان انا انضف. بنشيل بقى اي حاجة حواليها بقى زي ما انتوا شايفين كده بالمقص. وبعد كده بقى بنستخدم السكينة، بيبقى فيه كده طبقة كده فوق السمكية بنشيلها برضو، بنقعد نجردها كده، هتلاقوها بقى بتطلع معاكم كده حاجات بيضة كده تمام. وبعد كده طبعا بنفتحها وبننضفها وبننضف دماغها. بصوا احنا ما بنخليش اصلا اي حاجة في السمكية غير بس اللحم اللي فيها. وبعد كده بقى طبعا بننقعها. طبعا يا جماعة هو زي ما انتوا شايفين جبت السكينة وبدأت ان انا اشيل الطبقة الخارجية اللي هي فوق السمكة ديت، لان طبعا ما ينفعش خالص ان احنا نطبخها وهي كده خالص خالص خالص، محدش هيعرف ياكلها اصلا. فمعلش بقى متوترة شوية وملبوخة في الكلام، لان عزال اخويا بقى جاي النهاردة. عقبال عندكم كلكم، ربنا يفرح قلوبكم. فالعزال جو كده، ففي حتة كده من المرايات بتاعة العزال اتكسرت، فطبعا بقى في مشكلة وكده. فطبعا بقى الموضوع يعني زي ما انتوا عارفين بقى مشكلة، والاساس ومين اللي يشيل الاساس؟ طب هو جاي لنا مكسور، المفروض ان انت اللي تشيله، صاحب العزال اصلا كده بقى فاهمين. فطبعا بقى كده زي ما انتوا شايفين ملناش دعوه بالقصه دي خالص، خلينا في الفيديو بتاعنا والسمك بتاعنا يا جماعه. بقى كده زي ما انتوا شايفين كنت خلاص بقى شلت كل اي حاجه حوالين السمكه، وبدات ان انا اجيب كده السكينه واشيل الطبقه الخارجيه اللي هي فوق السمك اللي انا قلت لكم عليها بتعمل زفاره ومحدش هيعرف ياكل اصلا السمك وهي معموله كده. فطبعا لازم ان احنا نشيلها، لازم ومحدش ينسى، لان اصلا محدش هياخد باله، لان هي بتبقى لون السمكه كده حاجه شفافه كده. طبعا بقى هنا يا جماعه انا كنت خلاص بقى فتحت السمك ونضفته ونضفت دماغه كده زي ما انتوا شايفين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. وبعد كده بقى يا جماعه نقعته بقى في ليمون. طبعا بقى الدنيا اتزفرت معايا وكده، قلت ان انا هنضف الحوض زي ما انتوا شايفين كده اهوت بقى، طبعا عشان الزفاره وريحه الزفاره بقى، وخصوصا ان انا بقى طبعا نضفت السمك وفتحت بقى بطن السمك وكلام من ده، فانا مش عايزه اي ريحه زفاره. احنا عندنا سمك بس مش عايزين ريحه زفاره خالص، انا بتضايق. فطبعا بقى قلت ان انا برضو هشطف الحوض كده شطف حلو، وجبت بتاعه النعناع دي بقى كده برضو، قلت ان انا هعملها كده يحط لها شويه ميه وهسيبها بقى. كل ما بحط لها ميه يا جماعه بلاقي ريحتها بتطلع كده، ريحه النعناع بتطلع، كل ما بحط لها ميه بلاقي ريحه النعناع بتطلع. طبعا بقى كنت خلاص بقى سبت السمك يتنقع وجيت بقى هنا للريسبشن. طبعا زي ما انتوا شايفين ده المنظر اللي انا بصحى وبنام عليه
قلت بقى ان انا هنضف بقى وكده. هي حاجات خفيفة بس طبعا بقى ايه، اللي بيغير بيسيب هدومه، اللي مثلا بيبقى عايز هدوم يطلعها ويسيبها، حاجات كده يعني. كويس ان احنا معندناش عيال، ده لو كان عندنا عيال انا كنت خلاص موتت نفسي انتحرت. بهزر طبعا. انا طبعا بحب يا جماعه انضف وكده، وزي ما انتوا عارفين انا ما بحبش اصلا اسيب حاجه ما هيش نظيفه. فطبعا بقى كده زي ما انتوا شايفين تنظيفه كده وترويقه على السريع، حاجه بسيطه كده. ورجعت بقى بعد ما خلصت الركنه كده زي ما انتوا شايفين، هكنس وخلاص وعلى كده. وطبعا بقى هنخلص من هنا ونروح نشوف الغدا بقى بسرعه بسرعه قبل ما الكهرباء تقطع. بس طبعا ما صورتش معاكم الغدا، انا يا دوب بس صورت انا هقول لكم انا هتغدى ايه النهارده والروتين بتاع يومي وكده وخلاص على كده. اللي لسه ما حطليش اللايك بقى يا جماعه ينزل بسرعه يحط لي اللايك ويشترك في القناه لو اول مره حد يتفرج عليا جديد. وسلمونا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. روقت كده الكنبه زي ما انتوا شايفين، وجبت بقى المقشه وقلت ان انا هكنس بقى وكده وخلاص. وده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم والسلام عليكم.